سيدي محمد أو جلالة الملك محمد الخامس كان أكبر مني وأكبر مني من 8 شهور. محمد السادس. محمد السادس، فكبرنا سويا. كان الوالد الله يرحمه يحبه حبا عميق، وكان دائما مع الوالد، فأنا ربيت مع جلالة الملك محمد السادس وطلعنا سويا، يعني كبرنا جميع. طبعا نشأت وطلعت تحت ظل الوالد إلى وفاة الأمير مولاي عبد الله، ثم حينئذ التحقت مباشرة إذا أستطيع القول إلى خلية الملك الحسن الثاني، وبقينا بقيت بيننا العلاقة متينة إلى غاية أظن 95 فقط. وأود أن أسألك عن شخص غائب وهو مولاي رشيد أخ العاهل المغربي محمد السادس، وكذلك كلمة باختصار شديد عن أخيك وشقيقك مولاي إسماعيل. الأمير مولاي رشيد أمير بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أما الأمير مولاي إسماعيل فهو شقيقي، اختار طريقه كما أنا اخترت طريقي. أنا ترعرعت في ظل جلالة الملك محمد السادس، جلالة الملك محمد الحسن الثاني، وهو ترعرع في ظل جلالة الملك محمد السادس رب العائلة جزاه الله خيرا. ما هي الصورة التي لا زالت اليوم عالقة بذهن مولاي هشام عن هذا الجد؟ شوف، طبعا أنا المغفور له محمد الخامس ما أعرفه، وكل ما كتبت في هذا الكتاب هو بناء على الشهادات وبناء عن ما قيل لي. ما قيل لي من عمي الله يرحمه، وما قيل لي من والدي الله يرحمه، ومن مصادر أخرى. المهم أن جلالة الملك محمد الخامس بمجرد ما جاء الاستقلال عاش فترة توتر صعبة، لأنه واجه زحف من قبل القوى السياسية الأخرى، مبادرات وأفعال سياسية هدفها هو الاستيلاء على الدولة وتهميش الملكية والقضاء على المخزن. فتصدى محمد الخامس إلى هذا الهجوم مع مساعدة الأمير مولاي الحسن، ثم مكن أو استطاع أن يفرض نفسه ويفرض التوازن، هذا الثنائي الذي نتكلم عليه، استطاع أن يفرضه على النظام السياسي المغربي. ولكن كان إنسان مرن ولين، فتمكن من البقاء فوق المعترك السياسي، وهالته المعنوية الذي نالها والذي كسبها أثناء طوال هذه السنوات مكنته من البقاء فوق المعترك السياسي.